ولكن مع اول توقف ادي ابراهيم بيلعب كرة خطيرة عند ستانلي، بيقفل بشكل جيد وتسديدة جول 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 جول. عملها ستانلي وحله يا حله. ستانلي هو الحل، ستانلي هو الحل. في الدقيقة 35 بيضع اول الاهداف الزومبي ستانلي اللاعب النيجيري من اول تمريرة حلوة من محمد ابراهيم يقفلها ويقطمها ستانلي تسديدة بالقدم اليمنى. ولكن بص شوف الحكاية وبص شوف التسديدة على يمين الغرباوي. كنت لسه بقول الحل وستانلي هو الحل. في الدقيقة 35 مشاهدينا الكرام بعد تمريرة حلوة من محمد ابراهيم ومهارة ستانلي بتتكلم وتعبر ومدفع الاهداف بيضرب مشاهدينا في الدقيقة 35 ويعلن عن تقدم الفارس الابيض بهدف طول الملعب. ولكن خطأ من حسني فتحي. ادي تمريرة امامية وترقيصة حلوة يا ولد، وادي كرة جول 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 جول. عملها اتشمبونج بنفس الحكاية بالكربون يا حبيبي، بالكربون بنجامين اتشمبونج يعمل ترقيصة حكاية ويحط اول اهداف الرواية لفريق الداخلية بعد تمريرة حلوة من السويسي. بنجامين يعمل ترقيصة لعلي جبر ويحطها. لحظة تقدم الشناوي علشان يعود اتشمبونج بفريق الداخلية في الدقيقة 40 ويضع هدف التعادل. وتصبح النتيجة مشاهدينا 1 الداخلية 1 نادي الزمالك 1-1. وحلوة الحكاية بنفس الأقدام وبنفس الفكرة وبنفس المهارة الحلوة الإفراقية. أيضا اللاعب الغاني بنجامين اتشمبونج يرد على المهارة الفردية لستانلي ويضع هدف التعادل. وكأن الأقدام الإفريقية في لقاء الداخلية والزمالك مشاهدينا لازالت هي التي تتحدث حتى الآن في هذا اللقاء. 10 أهداف لاتشمبونج و5 لستانلي و148 هدف للاعبين الأجانب. وأصبح عندنا حتى الآن 600 هدف. ودي كرة هات وخد، ولكن التو وحشة المرة دي من إبراهيم. دونجا بيعمل ترقيصة حلوة ودي تسديدة، ولكن تسديدة بالقدم. وبص شوف القدم اليسرى على شمال احمد الشناوي بتضع اول وثاني الاهداف في احداث هذا اللقاء علشان تعلن عن تقدم الداخلية في بداية الشوط الثاني مشاهدينا 2-1 على نادي الزمالك في هذا اللقاء. لقاء قوي، لقاء سريع تقدم فيه وعمل فيه الكامباك فريق الداخلية اللي كان متراجع بهدف بعد ان تقدم ستانلي في الدقيقة 36. عاد اتشمبونج وادرك التعادل. ومع بداية الشوط الثاني مشاهدينا الكرام احمد سمير فرج بيضع اهدافه الشخصية وثاني اهداف الداخلية. 2-1 وتقدم الداخلية على نادي الزمالك. هنشوف ردة الفعل من الفارس الابيض ايه، لكن اهداف حلوة جدا. جول يا عيني يا عيني يا عيني. عملها علي جبر بالجبر وحساب المثلثات المرة دي بضربة راسية من البرج العالي للقلعة البيضاء. والدقيقة 57 بتعود بالفارس الابيض الى اجواء اللقاء من كرة ركنية لشيكابالا هدية. يعود علي جبر بالفرحة الزملكاوية من جديد. ولكن بص شوف البرج العالي بيعمل ايه ما بين اقدام الغرباوي معدية ورايحة في الركن البعيد الهادي علشان يعود الفارس الابيض الى هدف التعادل من جديد. وتصبح النتيجة 2 نادي الزمالك 2 الداخلية. 2-2 وهدفين
لكل فريق في مباراة مثيرة وسهرة رمضانية جميلة بتجمع ما بين الفريقين لحوار القمة والقاع والبحث عن المقعد الثالث. نادي الزمالك عايز يحجز المقعد الثالث في بطولة الدوري الممتاز ثالث الترتيب، بينما الداخلية عايز يهرب من المركز الثالث ثالث الهابطين. شيكابالا بيتقدم وعدى وصل لمكان خطير، ودي العرضية معدية مرة تانية يا أسامة، أول التبديلات، ولكن العرضية يطلع على طول من القلب حسام عبد الجواد. اتشيمبونج المزعج الخطير، وخرج حسني فتحي ونزل أسامة إبراهيم في أول التبديلات بتاع دين إيناسيو.